السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي وحبايبي. اول فيديو هنتكلم فيه عن اكتر 10 حاجات اتعلمتهم في خلال مسيرتي في السياحة والفنادق. اول حاجة الالتزام بالمواعيد، الالتزام بالمظهر الخارجي، الالتزام باليونيفورم. حاجة مرونة والشغل تحت الضغط اثناء الشغل، وخاصة في الهوسبيتاليتي الموضوع بيبقى شوية فيه ضغط، لكن ما عليك الا انك انت تعود نفسك عليه وازاي تهندل الموضوع. دي كلها لها سكيلز معينه. نتكلم في على الحاجات الاول اللي انا اتعلمتها. ثالث حاجه اتعلمتها وهي الامانه والمسؤوليه. دايما بتشوف في بعض الجست بيجي كتير المطعم بتاعك، بيبقى قاعد مبسوط بيتمتع بالمكان، وقت ما بيجي يمشي بينسى بعض الحاجات. ده بس مثال سريع. ما عليك هو الا انك تحفظ الحاجه نفسها لحد ما الزبون يكلمك تاني، او انك انت بتكلمه عشان ترجعها. رابع نقطه وهي العمل الجماعي. زي ما كلنا عارفين الهوسبيتاليتي والمطاعم بالاخص هو عباره عن تيم، وعباره عن مجموعه من الافراد بيشتغلوا مع بعض عشان يقدموا خدمه معينه. اتعلمت ان ازاي اعتمد على حد عشان اعمل شغلي، وازاي الحد ده يبدا يعتمد عليا عشان الشغل في الاخر يوصل للزبون. هدف كلنا بنشتغل عشانه هو ارضاء العميل. خامس حاجه وهي ان اتعلمت كتير عن نفسي. اتعلمت ازاي اقول لا في حاجات كتيره، مش كل حاجه اقول لها اتعلمت ان انا ليا شخصيتي، مش كل حاجه ترضيني ومش كل حاجه لازم اقبلها. ينفع قوي. اهم نقطه بالنسبه لي اني اقول لا.